مرحبا. أه شلونكم؟ أنا نوسة، طبعا نوسة الطائي. اعذروني على منظري، طبعا لعبة نفس أعرف، ومرهقة وتعبانة، وبعدني بالشغل ولبس الشغل اوفر نايت. بس صار لي فترة أريد أسوي هذا الفيديو ردا على تصرف توني خليفة، اللي يعني هو محاور جيد ومقدم برامج جيد جدا وجريء جدا 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 بأسئلته، وعلى ما أعتقد أنه هو معروف يعني بالوطن العربي كله، وعلى تصرفه بحرق البرنامج أو فكرة البرنامج مال رامز جلال. يعني ما أعرف، مو يعني قصة انصدمت لأنه مو موقف ظريف أبدا، بس أريد أنوه يعني على شغلة هو نفسه وقع بيها، طوني خليفة طبعا، انه قال اني عندي وثائق واني عندي الدوكيومنتس اللي مثلا اللي يثبت كل كلامه من هالحكي. بس اكو شغلة حكاها بالبداية، انه وقت اللي نيشان طبعا زميله خابره وقال له انه اريدك ببرنامج، واني مثلا الموضوع ما اعتقد بدبي او ما ادري وين، وانطاه مثلا اسم القناة. وطوني خليفة قال انه هو الشك بالموضوع، انه الموضوع برامز جلال، بس مع ذلك حكى ويا نيشان وقال له انه اذا اكو مثلا بيها فلوس، او قال له اي والمبلغ مغري وهكذا. توني خليفة قال انه اني شكيت انه الموضوع من رامز جلال، لان من حكى ويا مديرة مكتبه قالت له انه الرقم اجى من رقم مصري. زين، فقالت أكدت، ومع ذلك قبل أصلا ما يروح ويسافر على دبي خابر القناة وتأكد أنه نيشان ما عنده أي برنامج ويا هذه القناة. انزين، ليش رحت من الأساس إذا أنت من البداية شاكك بأن رامز جلال، وعارف أنه بيها فلوس مغرية، وعارف أنه أنت شنو القصص اللي يسويها رامز جلال بالمقالب مالته، واللي الكل يفرح بيها وينتظر رمضان الخاطر يشوف برنامج رامز جلال. انزين، لا من جهة انت تقول اني من البداية شكيت انه الموضوع برامز جلال، وخابرت قبل ما اسافر وتأكدت انه نيشان ما عنده اساسا برنامج ويا هاي القناة. ليش اسافر؟ ليش اخليهم يحجزوا لي طيران اني وعائلتي واروح؟ ما انت عارف مقالب رامز جلال شنو طبيعتها، يعني ما راح تكون مقلب عادي. ليش تروح من الاساس وترجع بنهاية التناقض، وترجع بنهاية الفيديو تقول انه مثلا مو كل واحد ينشرى بالفلوس طب وين من البداية انه انت سألت اذا بيها فلوس؟ وين من النهاية انه انت تقول مو كل واحد ينشرى بالفلوس؟ يعني ذكرتنا بتصرف الفنانة العظيمة طبعا آثار الحكيم السنة الماضية أو السنة اللي قبلها، طلعوا فيديو أنه هي بعد ما خافت وارتعبت وما أعرف شنو طلبت مبلغ وقدره، أو 50,000 جنيه زيادة، أو حتى تقبل أنه تنزل الحلقة. ولما تم الرفض على طلبها ساعتها لجأت للقضاء ودخلت الموضوع بأنه الكاميرات تصور شغلات كبيرة مثلا أو جسم المرأة ومن هالكلام، علما أنه قبل ما يطبون البحر الطلب الأساسي لأي امرأة أنه تكون لابسة بنطلون. يعني منبهين. الطريقة اللي حرق بيها فكرة رامز جلال أو فكرة البرنامج مالته، يعني أوكي هو ما قال بالتفصيل الممل شنو راح يصير، بس صارت الشغلة واضحة. أول شيء أي أحد
يخابركم مثلا نيشان يخابركم، اعرفوا انه الموضوع برامز جلال، فلا تروحون. هاي نمرة واحد. نمرة اثنين، قلت انه اكو شغلات راح تصير بالطيارة واكو شغلات راح تصير بالصحراء. يعني اوكي ما دخلت بتفاصيل، بس خلاص وضحت الشغلة، يعني حرقت ام البرنامج. بس كن على الثقة. مع ذلك انت سويت له اعلان كلش قوي، والكل راح يتفرج على برنامج رامز جلال. اذا مو على مود متعود انه يريد يشوف رامز جلال ايش راح يسوي، فبسبب اللي انت حكيته واللي انت قلته، انت سويت اعلان من غير ما تعرف. يعني يجوز مثل ما يقولون انت فدت رامز جلال ما ضريته. زين، يعني الكل يريد يشوف شنو راح يصير بهذا البرنامج وبهاي الفكرة، سواء يعرفون الممثلين أو ما يعرفون، فهو مجرد شغلة فكاهية. أوكي على عيني وراسي، يجوز خفت يجوز ما أعرف شنو، بس من ترتاح راح تشوف الشغلة خلاص. مثلا يعني راح ينسعد الناس بيها، تعودوا عليها. العالم كارهة نفسها من الحروب، العالم كارهة نفسها من القتل، العالم قاعدة تدور على بسمة تريد تشتريها مشتراه. زين، إذا برامج رامز جلال أو مقالب رامز جلال غير مرغوب بيها، ليش توصل أعلى نسبة مشاهدة؟ ليش الإعلانات أكثر من ساعة تصير عليها؟ لأن يعرفون أنه هي مرغوب بيها، الكل ينتظرها. فالتصرف اللي صرفه توني خليفة للأسف، يعني مو كل شيء احنا نشوفه ورا الكاميرا وقت اللي يكونوا مثلا ناس محاورين مقدمين محترمين، هذا معناته هو هذا الشيء نفس الشيء بالحقيقة. لأنه أبدا 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 مو تصرف لائق ولا تصرف إعلامي محترم أنه يؤذي مثل ما يقولون رزق صديقة أو زميلة كائن من يكون. الشغلة الثانية أريد أحكي بيها عن موضوع نيشان. نيشان باعنا، نيشان ما أعرف شنو قبض الثمن، نيشان. يا أخي هذا عبارة عن رزق، ومن هو مثلا يخابر فلان وعلان، هذا مو معناته أنه دا يبيعك، هذا معناه أنه هو ماين عليك، أنه أنت زميله، ماين عليك أنه أنت من بلده، يريد يسوي مثل ما يقولون لأنه يعرف أنه أنت إنسان معروف ومحبوب والناس تحبك وتريدك، فيريدون يشوفون ال الإنسان اللي بطوني خليفة من يكون مثلا موقف مثل مقلب أو مثل الشغلة فكاهية، يشوفون الإنسان مو يشوفون المحاور أو المقدم. بس أنت للأسف الشديد شوهت معنى الإعلامي المحترم الشريف، أنه إذا خلص الشغلة صارت ضده قلب الطاولة على الكل. وبعدين شنو، والله أنا ما عندي شي ويا رامز، إيمو أنت نعلت أهل رامز، سوري مع احترامي للكلام يعني لا من جهة أنا والله ما عندي شي ويا رامز، أنا الموضوع عتب على نيشان، ولا من جهة مثل ما يقولون حكيت الفيلم كله مال المقلب مال رامز جلال. يعني ما أعرف الشر والخير بكل مكان، بس الموضوع أبدا ما كان يستاهل أنك تسوي هذا كله. مع احترامي وتقديري لشخصك الكريم، كونك مثلا محاور ممتاز جدا، مقدم برامج رائع، بس تصرف نيشان أبدا ما كان إنه دا يبيعك، كان مجرد يريد فكاهة، وهو هم يعتبر باب رزق له. يعني أنا مثلا، يعني ليش تروح بعيد؟ العام الماضي وقت اللي صار مقلب هاني رمزي ويا أحمد سعد، خلاه يجيب ريم البارودي حتى يسوي المقلب بيها، وقال له ما راح أحكي لها كل شيء. هل هذا معناه أنه هو باعها أو ما يحبها أو يعني كلام فاضي، كلام فاضي. الموضوع مجرد شقة، خلاص مثل ما أنا أكلت المقلب أنت تاكله. بس هذا يعني مجرد رأيي، وسواء قبلتوه أو ما قبلتوه فكل واحد أكيد حر برأيه. تحياتي لكم، نص الطائي.